بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اصبحنا واصبح الملك الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الوقت يا حبايب قلبي بقى صباح الخير ومساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده بقى منون فطرنا كده وجهزت كوبايه الشاي بتاعتي اهوت بعد الفطار، بس انا قلت ايه المسلق العدس بتاعي الاول، لان النهارده ناوي اعمل شوربه عدس. قلت اما اسلق العدس بتاعي الاول عشان العود الكهرباء تقطع، لانه انتوا عارفين هو لازم يتفرم في الخلاط. الوقت بقى انا غسلت العدس بتاعي وسبته هو داخل في الغليان اهو، فانا جهزت معاه بقى الحاجات اللي انا هحطها عليه. الحاجات عباره عن 4 طماطميات، بصلايه خضراء اللي هو البصل اللي هو الاخضر ده، ومعانا هنا يجي 7 فصوص توم، ومعانا هنا جزرتين، ومعانا حتتين بطاطا مش بطاطس، ومعانا هنا بصلتين اللي هما البصل الناشف اللي هو الاحمر ده. يبقى معانا طماطم وبصل وبطاطا وجزر وبصل اخضر وتوم. هننزل بقى كده على الحاجه بتاعتنا دي وهنسيبه بقى يغلي لحد ما يستوي خالص ويتهرى، يستوى سوا كامل عشان نفرمه في الخلاط. وهنطلع بقى للبط بتاعنا ناكله ونقعد فوق شويه نشرب كوبايه الشاي الحلوه العسل ديت، وننزل نشوف هنعمل معاكم ايه. هنا اول ما بدأ في الغليان كده هننزل عليه ورق لوري وحبهان، وهنسيبه بقى ياخد ودي مع بعضه كده. وكان معايا حته من الفلفل فاضله من الفطار حطيتها برضو كهو، ورق لوري وحبهان. الورق اللوري والحبهان هينكهوا وهيدوا طعم الشوربه الجميل بتاعنا ده. هنسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها. ما شاء الله ما اقولكوش على ريحه الشوربه بقى، شوربه جميله جميله جميله. هسيبها بقى عما تستوى بقى تكون كله استوى ببعضه، بس بعدد تحط الحبهان ورق اللوري عشان تشيليه بعدد عشان ما تضربوش في الخلاط يمرر. هنا بقى قلت ما استفاد بالشمس شويه، حطيت الاكل الطور بتاعتي اهو، وقلت اما اجيب حبه رز كده نقعهم، وجبت التوم اللي انا هعمل به طشه للعدس كده. قلت برضك اقشره من على السطح ونقي حبه الرز ده هون علشان اطبخهم برضك النهارده. اقعد بقى في الشمس دي شويه على بنت تجيب لي كوبايه شاي وتجي ورايا، لان معرفتش اشيل الشاي واشيل الحاجه كلها مع بعضها. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا يعجبكم. ما شاء الله الشمس النهارده جميله، الشمس جميله جميله جميله، الشمس حلوه النهارده هي، والجو النهارده جميل، جو الصيف حلو. يا رب يروق الحل أمة الإسلام جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. أخلص ومنزل بقى هكمل معاكم الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. بعد العدس بتاعنا متسلق خالص اهو، انا نزلت من السطح بقى، ندهت على بنت كده قفلت عليه فهو برد خالص اهو. وهنا برضو اشتغلنا من ورق اللوري والحبهان خالص اهو. هنحطه بقى في شفشة الخلاط ونفرمه فرم ناعم ونصفيه ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. هنا بقى انا بعد ما عملت العدس بتاعي بقى وضربت وغسلت الشفشة اول حاجه، انا جيت للحوض بقى اللي انا احترت في امره ده. والحوض بتاعي دوت هو اولا هو كان جديد لسه وكان حلو، بس انا حطيت هنا فلاش اللي هو ميه النار على البتاع ده، لان كان جه عليه صدى من السلكيه اللي هي بتاعت الالومنيوم، ودي سبب ان انا جبت السلكيه دي. فلما الصدى ده جه على الرخامه دي بوظها، فانا جبت الفلاش انا بوظ لي الحله زي ما حضراتكم شايفين ده كده. فانا دلوقتي بقى جبت الصنفره دي وقلت احاول كده ان انا انضفه، وما اشوف بقى هنضفه وهينضف معاكم ولا لا. هبل بقى الصنفره زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، لازم كده نبلها بالصابون الاول وتحت كده جوانب. اخلص بقى وهشوف هينضف معايا ولا لا، عشان ابقى واخده راحتي، لان انتوا عارفين ان انا اللي بصور. وبكل صراحه انا هقول لكم هو نضف ولا لا. وده بتكون النتيجه اللي انا وصلت لها. اي نعم هي مش النتيجه النهائيه، بس والله شوفوا الصنفره معايا نعمت خالص بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. وانا كنت جايبه حته صنفره، يعني الحوار ده كله خد معايا 2 جنيه. الحته الصنفره دي كده على بعضها كده ب2 جنيه اهي. انا ان شاء الله هجيب حته تانية وهلمعه تاني، بس يعني الحمد لله الحمد لله النتيجه اللي انا وصلت لها. وشوفوا ده على فكره مش وسر، ده اللي هي اللزقه بتاعه الحوض.
بس ايه رايكم؟ يا رب تكون النتيجه عجبتكم. لايك. بنتي بتقول لكم لايك اهوت، وعلى فكره هي ساعدتني، هي كانت شغاله بدي وانا كنت شغاله بدي. حلو. يا رب تكون النتيجه عجبتكم. والله هي جميله وحلوه، وعلى فكره هو مش مطوس قوي زي ما هو باين كده، على فكره هو باين ان هو مطوس، بس والله هو فيه لمعه وجمال. وهعيد على تاني بياض السلكه اللي هي بتاعت المواعين دي عشان نفك تطويصه اللي هي بتاعت الصابونه بتاع الالمونيوم اهو. شوفوا بقى، هننزل عليه بقى كده اهو. جميل جميل جميل، احسن من الاول 1000 مره، والله احلى من الاول 1000 مره. يلا حبايب قلبي كده اروح بقى اعمل العدس، ويا رب النتيجه بتاعتي تعجبكم. ودي مش النهائيه زي ما انا قلت لحضراتكم، انا هجيب حته تانية وهحاول تاني ان انا اعمله كمان، بس هي ما شاء الله النتيجه كده جميل. هنا على النار هنحمر الشعريه، نزلنا كده شويه من الزيت وعليهم كوبايه من الشعريه، بس انا مش مكتره الشعريه لان انتوا عارفين الشعريه بتلف في المكرونه في العدس، ويعني بتعمل نشا كده وبتقل معانا العدس. انا عملت شويه بس صغيرين كده من الشعريه احمرهم. وهنا ولعت على الرز بتاعنا اهو، برضك رز ابيض عادي. وهنا التوم بتاعنا اهو هقطعه برضك عشان بعمل طشه كده طشه بالسمنه البلدي للعدس. هخلص بقى واحمرها. هنا حمرنا الشعريه بتاعتنا بالهنا الجميل ده. ننزل بقى بالعدس بتاعنا. هنا بقى بتظبطي ملحك، وبتنزلي هنا ب4 فصوص من القرنفل وحته قرفه وشويه فلفل اسود، بس هي دي التوابل. لا بحط كمون ولا بحط اي حاجه، والملح ما بحطش انا كمون للعدس، مش عارفه يعني ما بحبوش الصراحه. هو 4 فصوص من القرنفل ولا فصين على حسب اللي عندك. واحنا كده كده واحنا بنسلقه حطينا ورق لورا وحبهان خد النكهه. وبتحط بقى في المرقه بتاعتك فصين قرنفل، شويه فلفل اسمر، حته قرفه، وعلى كده نروح بقى نجهز الطشه على الرز بتاعنا يتسلق. العدس بتاعنا بدا يغلي اهوت. هنا بقى معانا التوم بتاعنا، قطعناه حتت صغيره كده. اما العدس بتاعنا يقلب نكون احنا حمرنا التوم عشان ما يغليش كتير، عشان الشعريه بتاعتنا ما تنشيش. على الحته بتاعنا بقى بلدي كده، دي قطع من السمنه البلدي. ما تكتريش عشان احنا محمرين الشعريه بزيت، فما يبقاش كلها زياده في زياده كده، احنا مش ناقصين يعني. بدا ياخد معانا اللون الجميل ده، يعني احنا نديله تحميره تكه بس. الله يبقى جميل جميل، ولا شوربه اللحم اهو. هننزل كده ما شاء الله اهو، وبالمغرفه بتاعتنا دي حبايب قلبي. كده بيكون الرز بتاعنا خلص. نطفي على بقى اهو بقى بالجمال ده. انا ما بحبوش تقيل قوي لان ما بحسش ان هو شوربه، ما بيكون تقيل كده بحس ان هو ما هوش حاجه يعني، مش شوربه زي ما بتبان. عندنا الرز بتاعنا هو اتنشف وهدينا على النار. هنا بقى بعد العدس بتاعنا متطبخ والرز بتاعنا متطبخ، هنا بقى حاجه انا بعشقها بجد. هنا هنعمل فتة العدس. فتة العدس ديت معانا معلقه من السمنه البلدي دي. يمكن اخواتنا اللي هنا يعني احنا بلا فخر احنا مفلحين اللي عارفين الحته دي. فتة شوربه العدس اهي. تحمري بقى كده معلقه سمنه بلدي، وتحمري فيها بقى عيش اللي هو العيش البلدي الفلاحي الجميل ده، وتكسريه وبيبقى بالمنظر الجميل اللي قدامكم ده. وبتحمريه بقى في معلقه من السمنه البلدي كده اهو. العيش الفلاحي العسل اللي انا بخبزه، مش العيش اللي هو بتاع الفرن، لا. تحمريه بقى لحد ما ياخد اللون جميل كده. بعد ما احمرت معانا، هي مش اتحرقت، هي احمرت اهي. نهدي النار وهننزل عليها بشوربه العدس الجميله بتاعتنا. وخلي بالك احنا حشنا القرنفل
عشان يبقى الفرفشه. وكده كده الفلفل الاسمر بقى ما بيتحاجش. ننزل بقى بشوربه العدس دي عليها، وكده بقى تبقبق كده بالمنظر ده. عليها العوص البوتاجاز اللي كان مغسول قبل ما نطبخ، تاخد غلوه واحده وبطفي عليها. شكل العسل الجميل بتاعنا ده. معانا العدس بتاعنا، شوربه العدس بتاعتنا الجميله اهي. العسل دي شوفوا شوربه العدس بتاعتنا انا بحبها كده، بحبها بالقوام ده، ما بحبهاش تقيله اللي هي اللي بتتغمس بالعيش والكلام ده. هي اسمها شوربه عدس، وانتوا شايفين الحاجات اللي احنا حطيناها فيها. ومعايا هنا ديت فتة العدس اهي. انا باكل فتة بس مش باكل معاها رز. لو عايزه تحط على رز بتحط رز بقى كده. وهو ده الرز معانا، وده مخلل اللفت، وده بيكون غدانا النهارده. يا رب يعجبكم، ويا رب يعجبكم طريقه تنظيفي في الحوض بتاعي. بجد بجد انا انبهرت بالطريقه، وكنت زعلانه جدا ان الحله باظت. وانتوا عارفين ان كل حاجه دلوقتي غاليه. الحاجه اللي نعرف نصلح منها نصلح منها. ويا رب غدانا النهارده يعجبكم، وما تنسوناش باللايك وبالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.